هذا الفيديو لا يمكن أن تشاهده إلا عبر قناة واحدة على يوتيوب. إنها قناة نجوم العرب. عندما انتشرت أخبار خيانة الممثل التركي الشهير قادير دوغلو لزوجته وحبيبته النجمة التركية الشهيرة نسليهان أتاغول، ظن الكثيرون من جمهورها أنها سوف ترد على تلك الخيانة بالطلاق منه والانفصال عنه، ولكن يبدو أن الحب الكبير والعشق الذي كان بداخل نسليهان أتاغول لقدير دوغلو كان أقوى بكثير من أن تتخذ أي قرارات مصيرية أو انفعالية ينتج عنها في نهاية المطاف الانفصال والطلاق. ويبدو أن الإعلامية والمؤثرة الجزائرية الشابة أميرة ريا تسير على خطى النجمة التركية فائقة الجمال نسليهان أتاغول، فبعد أن تعرضت للخيانة الأليمة والقاسية من قبل زوجها وحبيبها اللاعب الجزائري توحى، وهي تحاول على قدر المستطاع أن تستوعب تلك الصدمة الكبيرة التي ألمت بها، وأن تحافظ على هدوئها، وأن تستغل قوة شخصيتها ولا تنصاع إلى آراء الكثيرين من جمهورها، وتتخذ قرارها بالانفصال والطلاق انتقاما بالطبع لكرامتها والتي تأثرت كثيرا بعد تلك الخيانة. ولكن على ما يبدو أن الحب والعشق الكبير الذي تكنه أميرة ريا لزوجها توحى والذي كان يظهر للجمهور والمتابعين من خلال الكثير من اللقطات الرومانسية التي كانت تجمعهما والكلمات الرومانسية المتبادلة بينهما، يبدو أن ذلك الحب أقوى كثيرا من أي قرارات انفعالية قد تتخذها الإعلامية الشابة أميرة ريا وتؤثر نهائيا على علاقة الحب التي جمعتها يوما من الأيام بزوجها توحى، وأثمرت عن زواج مستقر وناجح وعائلة وأسرة وأطفال، قبل أن يفاجئ توحى أميرة ريا والجميع ويصدمها بالخيانة الأليمة. ويبدو أن الإعلامية أميرة ريا تسير بهدوء على خطى النجمة التركية نسليهان أتاغول، فأحيانا تحافظ على هدوئها وأحيانا تخرج عن صمتها وتوجه رسائل شديدة اللهجة وقاسية، وكأنها تريد أن توجه إلى زوجها توحى رسالة غير مباشرة بأن الانفصال قد اقترب كثيرا. ولكن ومع كل تلك الرسائل تبدو أميرة ريا شديدة الحذر جدا في التعامل مع تلك الأزمة الأليمة التي ألمت بها، ويبدو أن الحب الذي جمعها بزوجها توحى هو السبب الرئيسي في تمهلها واحتفاظها بهدوئها وعدم اقترابها من اتخاذ قرار الطلاق والانفصال عن زوجها توحى. وهي في ذلك يبدو أنها تسير على خطى نسليهان أتاغول، تلك النجمة التركية التي تعرضت إلى ما تعرضت له أميرة ريا من قبل زوجها.